هذا الطبيب، حتى أجي إلى الإشاعات، هذا الطبيب الدكتور بالطب كان وزير في الدولة العراقية، وهذا الطبيب في وقته استورد دواء لما يعطى للجريح يموت الجريح. وأعلم بأن هذا الدواء إلى هذه المضاعفات، وكتب على المعاملة اطلعت. احنا من نلقى هيك حالة طبعا نلحقها، ونلحقها بالعقاب اللي تستحقه من مستوى مكانه طالما صار وزير. أنا من اللي يؤمنون أن الرب في الدنيا في الآخرة يحاسب الناس على أساس وعيهم. أفهم هيك جوهر الدين، وأفهم اللي وعيه ومسؤوليته أكبر يحاسبه أكثر من اللي وعيه أبسط ومسؤوليته أقل. احنا في نظامنا اللي درجته أعلى بالدولة لا يتوقع شفاعة إلا على التصرف الخاطئ، لو يهدم هذا البناء كله من راسه على راسه ويقول بي والله اجتهدت خطأ، نقول له طيب مرة ثانية يعود فلان شي فلان شي فلان شي، بل شي تنتبه حتى ما تجتهد خطأ. أما على النوايا السيئة فالحساب في نظامنا اللي أنا موجود على راسه، الحساب للعامل أبسط من الحساب على المدير العام لنفس الخطأ في النوايا السيئة. وحساب الوزير أشد من الحساب اللي يقع على المدير العام أو على الملاحظ. وحساب عضو القيادة القطرية أشد من نفس الدرجة من التصرف الذي يوجب الحساب، أشد من الحساب الذي يقع على العامل أو على المدير العام أو على العضو البسيط في الحزب. والتصرف الخاطئ من قبلي الله لا يرحمكم كلكم إذا ما تحاسبوني عليه أشد مما تحاسبون على تصرف مماثل يرتكبه الرفيق عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، أو طه الجزراوي النائب الأول لرئيس الوزراء، أو طه محي الدين نائب رئيس الجمهورية. هذه هي قاعدة العدالة كما نراها في الدولة العراقية، فإذا بها اجتهاد نتناقش عليه. أريد أصل إلى الموضوع على أساس هذا الطبيب ما سمعتوا والله أنه هذا فني خطية ليش تعاقب؟ فني يقولون طابور الخامس، لأني أنا أعرف هذا وين مرتبط. فاللي يقولون عنه فني هم خايفين على فنيتهم، خايفين على فنيتهم المغشوشة وعلى ارتباطاتهم المشبوهة. بس لوش ما يدافعون إلا القفهم. القفهم مو عن صدام حسين، القفهم من نظام المسيرة. واحد كل شيء ما يقدر يسوي، لا يقدر يعمر ولا يقدر يخرب. يجوز يقدر يخرب لكن ما يقدر يعمر. سمعت خطية فني هذا شيء شلون يعني ينعدم؟ تدرون ليش؟ لأنه يقولون حتى يقولون أنه إذن كل العقوبات الأخرى مخطوئة، لأنه هذا فني خطية كل شيء ما مسوي. فني هذا عضو شعبة في حزب البعث العربي الاشتراكي، هذا الفني، وعضو مكتب مركزي مشارك، وكان وزير بالدولة العراقية تحول إلى فني في حسابات الطابور الخامس والحلقات الفنية اللي تعمل وفق اتجاهات عميلة أعرفها. ليش هذا الفني، هذا الطبيب
تحول إلى فني بالحسابات هذا طبيب السياسي؟ لأنه احنا ما وضحنا للشعب، ما وضحنا للشعب وما وضحنا على مستويات أعلى من الشعب هذا ليش أخذ عقابه الصارم. لأنه أخذ عقاب في وقت لو موضحين شنو هو الذنب كان انعكس بآثار سلبية على كل الجرحى، بما في ذلك وفي المقدمة منهم الجرحى في القوات المسلحة. لكن بعد ما سحبنا الدواء من الأسواق نهائيا وبعد ما سويت الأمور، لا بأس أن يعرف الشعب العراقي أنه هذا أخذ هذا العقاب اللي يستحق مربع، لأنه في من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر القانون هو شخص خائن. خائن اللي يقتل شعبه بالدواء خائن، مثل ما يطلق النار على شعبه، نفس الشيء.